السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو خصيصا للناس اللي ما كتصدقش ليهم المعلكة. تبعوا الفيديو حتى الاخر، غادي نعطيكم ان شاء الله نصائح وطرق وجربوها بعينكم مغمضين وغادي تنجح معكم ان شاء الله. نبداو على بركة الله. اول حاجة شنو كناخذوا؟ جوج البيضات يكونوا صغار في الحجم، يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش متوسطين، يكونوا صغار. كندير معاهم نص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الزيت وقشور ديال الحامضة كبيرة وجوج المعالق ديال الكونفيتير ديال البرتقال. كنخلطهم مزيان. كنزيد لهم 250 غرام ديال الكاوكاو، كاوكاو ابيض. كندخلو الفران غير كنصهدو صافي. انا كنطحنو مزيان. كاين الناس اللي كيبغيوه مهرمش، انا كنطحنو مزيان. هنايا اللي بغاو يدوبلو الكميه ممكن ديروا 500 غرام ودوبلو باقي المقادير، ديروا كاس سكر كاس زيت. بالنسبه لي انا نعطيتكم كميه قليله باش المبتدئات يعني يجيهم ساهل. هنايا نسيت رشه ديال الملح راني درتها باش كنعدلو الذوق. صافي. النقطة الأولى اللي قلت لكم هي البيض. ردوا البال مع البيض، ممكن ديروا حجم ديال البيض كبير، ما غاديش تسق لكم معلكة. البيض الحجم ديالو يكون صغير. النقطة الثانية وهي أهم حاجة هي الكوك. الكوك ردوا معاه البال مزيان، حيت أنا جربت بزاف ديال المعلكات. كاين اللي كتقول لك هاد المقادير مضبوطين ديريهم. أنا جربت الكوك شحال المرة، عفوا جربت المعلكة شحال المرة ما كتصدقليش. علاش؟ حيتاش الكوك ماشي بالضبط يكون العبار مضبوط غادي تصدقلك. انا هنايا تعلمت انني الكوك كندير وكنزيد. مثلا هاد المعلكه هادي بعد المرات كتاخذ لي 150 غرام، بعد المرات كتاخذ لي 200 غرام، هنا خدات لي 200 غرام. داكشي علاش ردوا البال مع الكوك. يعني غادي تاخذوا العبار ديال الكوك مثلا 150 غرام، غادي ديروها تدريجيا وتبقاو تزيدوا. هنايا انا كنبقى نزيد على حساب كنشوف العجينه واش كتنزل دغيا. كناخذ واحد الكويره كنديرها في يدي، الا بانت لي ديك الكوره كتذوب دغيا يعني كتنزل، زيدوا الكوك. وكنشد كنعلك بديك الطريقه. شوفوا كيبقاو الاثار ديال الصباعين ديالي، كنشوف فيهم الا كانت العجينه كتنزل دغيا على بعضها راه خاصها الكوك. كنزيد لها الكوك وكنبقى نزيد غير بالمعلقه. كنزيد معلقه معلقه حتى كتبان لي هذاك هو القوام اللي بغيت. شوفوا في يدي، كنديرها في يدي وكنشوف ديك العجينه واش راه كتنزل، حيتاش ملي كتكون محتاجه الكوك كتبقى تنزل دغيا. ردوا البال مع هاد النقطه. ونقطه اخرى هي ديال الفران. بالنسبه للمبتدئات مثلا ديري هاد الكميه، راني درت لكم غير 250 غرام، تجربيها وخفتي لا ما تنجحليش، يعني ما تنجحش ليك. حيتاش فاش كنقولوا حنايا عينك بيزنك، والصراحه حنايا عندنا فاش كتكون الواحد عنده يعني خبره في ديك الحاجه وكيجربها بزاف د المرات، راه كيعرف القوام المناسب غير بعينه. بالنسبه للمبتدئات راه يجيهم صعيب. هنايا انا نسهلها عليك. غادي تاخدي فاش غادي تكملي هذا الشيء اللي قلت لك انا كامل، غادي تاخدي واحد الكويره غادي تدخليها الفران، يعني ديرها في السكر وغادي ديرها في الفران. طيبيها نورمال. شتيها نزلت يعني خصك تزيدي واحد شويه ديال الكوك. شتيها طابت نورمال يعني مزيانه هي هذيك صافي، ما غاديش تحتاجي. غادي تكوري الباقي وغادي ديريهم في الفران بالصحه والراحه. هنا ندوزو لنقطه اخرى هي ديال السكر. باش يتلصق ليك انا كناخذ السكر غير من الهري سبيسيال، كناخذ غير العبار، كندير معاه معلقه ديال النشا وراس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. كنخلطهم، كندوز فيهم الغريبه ديالي. صافي. هنا كندير الماء، ماء عادي ماشي ماء زهر. كندير في يدي هكا وكنكور الكويرات ديالي. المهم راه عطيتكم اهم النقاط باش تنجح معكم ان شاء الله. غادي تجربوها وغادي تنجح معكم على حسابي. صافي. هنايا فاش كندوزهم في السكر راه ما كيدوبش، راه كندوز نورمال الدويزه عاديه كنحربلهم فيه. صافي. وكنديرهم. بالنسبه للفران، الفران يكون سخون، سوا ديال الكاس سوا ديال الضو، يكون سخون مزيان. كناخد الغريبه ديالي فاش كندخلها للفران، كنشعل عليها من الفوق جوج دقائق. صافي. ما كدوز جوج دقائق كنهبطها، يعني كنشعل عليها النار من التحت. ملي كنشعل عليها النار من التحت كتاخد لكم 5 دقائق حتى ل8 دقائق، يعني ردوا معاها البال. انا فاش كندير المعلكه راه ما كنحايدش على الفران، كنبقى واقفه حتى كنطيبها وكنحايدها. كتبقاو معاها ردوا البال، حيت فاش كتبدا طيب غادي تبان لكم بما ان لتحت بدا لونها كيتبدل. صافي. طفيو عليها. هادو هما اهم النقط باش تسقليكم معلكه.
وبالنسبة للتزيين بطبيعة الحال كيبقى اختياري، يعني ممكن تزينوها باللوز، ممكن تزينوها بالكاوكاو. هنايا أنا بغيت نزينها بالسوغيز الأحمر، البيض والأحمر كيجيو زوينين. بطبيعة الحال ممكن تزينوها باش ما حبيتو. صافي كنكمل الكمية اللي عندي وكنطيبهم. هذه هي المعلكة. وبالنسبة للناس ممكن ديروا فيها الكاكاو، يعني ديروها ديال الكاكاو. أنا حطيتها في فيديو سابق، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذه هي النتيجة، كتجي رائعة ما شاء الله. متنساوش دعموني بالاشتراك في القناة وبارطاجيو مع العباد ديالكم الأصدقاء ديالكم، وتخليو لي آراءكم في التعاليق. وخليتكم على خير ودمتم سالمين.